السلام عليكم ومرحبا بكم معي من جديد على قناتي وقناتكم مطبخ توفى. نتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وتمام الصحه والعافيه. واليوم باذن الله ودائما مع التحضيرات الرمضانيه غنشارك معكم معسله متميزه بعجينه الكنافه بعقده اللوز وبواحد المكون خطير البنات كيخليها تجي معلكه واحد التعليكه خطيره ولذه لا تقاوم. خاصكم ضروري تجربوها هذا رمضان هذا ان شاء الله، حيت اولا ما غتاخذش منكم وقت اطول في التحضير ديالها وكتحضر دفعه واحده وكطيب في الفران وما فيهاش نهائيا قوه المراحل. فغنشارك معكم ايضا الكميه اللي خرجت لي وكذلك ثمن البيع بالنسبه للاخوات اللي كيخدموا الطلبيات، وايضا طريقه الاحتفاظ بها باش تبقى لكم مقرمشه ومعلكه لاطول مده. فبغيت نذكركم الا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه ديالي فهذه دعوه لكم باش تسجلوا اشتراككم في القناه وكذلك تفعلوا زر الجرس وخاصيه الكل باش ديما يوصلكم الجديد ديالي. وبغيت نقول لكم البنات راني بدلت الاسم ديال القناه بالنسبه للاخوات اللي ما حضروش للسونداج، فهذا هو الاسم اللي اختاريته للقناه. نتمنى ان شاء الله الفيديو ديالي اليوم يعجبكم وعلى بركه الله. فغادي نحتاجوا اولا اللوز، عندي 500 غرام، 250 غرام البنات عندي ديجا مقشره، و250 غرام غنوريكم كيفاش الطريقه باش كنفسخ اللوز. فكناخذ ماء يكون مغلي مزيان يعني من البوطه، توضعوا فيه هذا اللوز هذا وتخليوه 10 ديال الدقائق حتى 15 دقيقه، يعني حتى تبداو تقيسوا داك اللوز يبان لكم راه كتحيد له القشره ديالو بكل سهوله. عاد ممكن تفسخوها البنات ولا ممكن تخليوه في كاسرونه تخليوها على النار، يعني غير تطلع فيه الغليه صافي تحبسوا باش ما تخليوش حتى كيتسلق، وصافي كنصفيوه من داك الماء وكنخليوه في واحد البلاستيكه باش كيتزمت لينا هكا باش دغيا كتحيدوا ديك القشره. من بعد البنات كناخذ شي سربيته هكا ولا شي منديل، المهم يكون حرش، كتوضعوا كميه مهمه وصافي كتبداو تحكوه هكا راه كيتقشر لكم بكل سهوله البنات، ودغيا كتعزل لكم القشره على اللوز. يعني بالنسبه لي هذه هي الطريقه المعتمده عندي واللي كتختصر عليا بزاف ديال الوقت. ومن بعد كنخليه على جنب ينشف، وإلا كنتم مزروبين ممكن غير تمسحوها البنات وتخدموا به مباشره. البنات بين قوسين راه ماشي ضروري نهائيا انكم تخليوه الليله كامله حتى ينشف او لمده طويله باش ما يطلقش لكم الزيت. هاد الاشياء البنات راه ما عندهمش علاقه بالعقده ديال اللوز تجيكم مزيته او لا ولا معلكه او لا. اللي كيحدد واش تجيكم العقده مزيانه ولا لا هي اللوز البنات. اختاروا اللوز يكون نوعيه جيده. زائد الحاجه الثانيه اللي مهمه هي اللي شفتوا معايا دابا، ملي كنخليوه في الماء ما تخليوش البنات مده طويله، يعني 10 دقائق الماكسيموم 15 دقيقه ما يفوتهاش البنات باش ما يشربش لكم الماء. صافي البنات متفقين على هذه؟ صافي. ومن بعد البنات كناخذ داك اللوز نصف الكميه اللي شفتوا معايا في الاول 250 غرام كناخذها وغادي نقليها، ونصف الكميه غادي ناخذها وغادي نطحنها. الكميه طبعا غنطحنها خضراء، غندوزها هو الاول في الهاشوار البنات باش هكا كنتفادى انه يطلق لي الزيت باش ما يتطحنش بزاف في الطحانه هذه. وغنطحنو مع 100 غرام ديال السكر اللي هي كاس الا ربع بالنسبه للاخوات اللي ما عندهمش الميزان. بالنسبه للطحانه البنات كيجوني عليها بزاف ديال الاسئله. اولا هي راه ممتازه نوعيه مزيانه ننصحكم بها. والسؤال الاخر اللي كيجيني هي واش كتغسلها ولا لا ما كتغسلش. انا كيجي معها داك الكتيب اللي كيبين لك الطريقه وكل شيء. هي ما كتغسلش غير كتمسح، ممكن تمسحوها بشي منديل يكون مفزق وتنشفوها صافي. وبالنسبه ل 250 غرام اللي قلينا فحتى هي كناخذها وكندوزها فقط في الهاشوار، كنخليها يعني الحبيبات ديالها كنخليهم بحال الحبيبات ديال الكسكسو يكونوا مهرمشين ولكن رقاق بزاف. صافي كنحط المكونات اللوز كامل ديالي من بعد ما كنسالي كنحطو في الطبيسيل، وغنزيد هنايا 100 غرام ديال المشماشه البنات. هذا هو المكون اللي كيعطي لهاد بالاضافه الى التعليكه اللي كتكون فيها كيزيدها واحد التعليكه ما شاء الله اللي هي رائعه، وحتى المذاق كيجي متميز. هاد المشماش البنات مشماش عادي اللي يكون ناشف كتاخذوا 100 غرام كتنقصوا منه واحد 3 الحبات هكا غنحتاجوهم في التزيين، والكميه الاخرى كطحنوها بهذه الطريقه اللي كتشوفوا معايا وكنضيفوها لهذا اللوز هذا. انا البنات بالنسبه لهاد العقده فغادي نضيف ليها ملعقه كبيره ديال المربى ديال المشماش اللي كيكون البنات ديال الماكله هو اللي كيكون معلك ماشي المخصص للحلويات. وكنضيف ايضا 50 غرام من الزبده اللي من الافضل تكون نوعيه جيده، كندوبها حتى كترجع لي نوازيط كيف ما كتشوفوا اللون ديالها كيرجع قهوي كيف ما كيبان لكم حتى كتبخر من هذاك الحليب.
ومن بعد البنات غنجمع العقده ديالي، وهنا غنبدا نزيد رشيشات ديال المزهر، وغنبقى نضيف شويه بشويه حتى كتجمع العقده ديالي وكنحصل على القوام اللي بغيت. هنا في الاول عبرت نص كاس، وكنبدا نزيد على حسب النوعيه ديال اللوز، كاين اللي كيتشرب وكاين اللي لا. صافي حتى كتوصلوا لهذا القوام البنات. هنا باش تعرفوا راكم وصلتوا يعني القوام اللي هو ايديال، غادي تاخذوا واحد الكميه وغادي تشربوها هنا في يعني غير في سطح العمل باليد اللي تكون ناشفه، وغادي تحربلوها شويه وتحركوها. الا كانت ما كتقطعش لكم فهذاك هو القوام المثالي. صافي يا بنات، بالنسبه لي انا خدات ليا تقريبا ربع كاس ديال ماء الزهر. صافي غادي نغطي على هاد العقده هذه بالسلوفان وغنخليها على جنب. من بعد البنات غادي ناخذ اللاطه اللي غندخلها للفران، وغادي ندهنها بالزبده اللي ما تكونش مذوبه. غندهنها مزيان البنات. هاد الكنافه بالضبط يعني كتبغي الطيبه ديالها والنسمه ديال الزبده تكون باينه. صافي هنا غادي نجيب الكنافه ديالي. بالنسبه للكميه خديت هاد الباكيه البنات فيها 500 غرام. انا البنات في هذا الفيديو خدمت معكم بالكنافه الجاهزه، ولكن البنات راني ديجا خدمت معكم الكنافه المنزليه كتجي ما شاء الله ناجحه، وريتكم جميع الاسرار اللي غادي تحتاجوا ليها باش اي وحده فيكم تفرجت في الفيديو تصدق ليها الوصفه. وهذا مقطع صغير من الفيديو غنخلي لكم ان شاء الله الرابط ديالو في صندوق الوصف، باش ان شاء الله اللي ما متوفراش على هذه الجاهزه الا بغات تخدمها في الدار ديالها غير هي تضاعف الكميه. وكيف ما كتشوفوا معايا خديت الكنافه ديالي، خديت واحد الكميه منها. المهم البنات 500 غرام، ديك 500 غرام يعني الباكيه قسمتها على 3. هنايا في هذه الكميه الاولى كنحاول نسرحها على حسب القياس ديال اللاطه اللي غندخلها للفران. صافي البنات كنحاول نحلها مزيان ونقادها ونقاد الشكل ديالها. الا كانت شي بلاصه هكا خاويه كنعاود نعمرها. المهم حتى كنقادوا الكنافه ديالنا بهذا الشكل كيف ما كيبان لكم في الفيديو، ودائما على حسب القياس ديال اللاطه ديالكم. المهم البنات حسيت براسي هضرت بزاف. كيف ما كتعرفوا عليا البنات كنحاول نشرح مزيان ونوصل الفكره مزيان، وكنشوف اي سؤال ممكن يجيكم على بالكم كنحاول نذكره في الفيديو ونجاوب عليه ونهضر ونشرح اي فكره. وخصوصا البنات كيهموني بزاف المبتدئات، كنحاول ما امكن نبقى معاهم خطوه خطوه. واي وحده كتلقى مشكل مع شي وصفه ولا شي حاجه ان شاء الله في الفيديو ديالي ما عمرها ما غتلقى شي مشكل ان شاء الله. اللي تبقات الوصفه انا متاكده الا طبقات الخطوات راه ما يمكنش نحط شي وصفه وما تصدقش لكم ان شاء الله، ولكن الا تبعتوا الخطوات اللي كنقول لكم. وهنا البنات في هذا المقطع بينت لكم غير التعليقه ديال العقده ديالنا. هاد العقده البنات راه ممكن تستعملوها في اي نوع من المعسلات ديال اللوز، يعني سواء البريوات المحنشات اي نوع اخر. انا استعملتها في الكنافه، ولكن نتوما لكم الاختيار. انا حطيت لكم العقده، نتوما استعملوها في اي حاجه كتفضلوا، يعني ماشي بالضروره ديروا بها الكنافه النيت. صافي يا البنات. وعلى فكره هاد العقده راه عمرها ما تنشف لكم، على حساب يا البنات طبقوها بهذه الطريقه اللي قلت لكم، راه واخا تضرب لكم عام كامل ما غاديش تنشف. وبالنسبه للكنافه ديالنا فديجا انا موجده واحد الكميه من الزبده، كندوبها حتى كترجع لي نوازيت، وكنرش كيف ما شفتوا معايا فوق من الكنافه هكا كيف ما كيبان لكم في الفيديو. صافي كناخذ كميه لا باس بها. انا عبرت معكم باش تشوفوا البنات اللي كيعجبهم العبار تقريبا راه 120 غرام، يعني كنشكلها على شكل حربول كيف ما كتشوفوا. كناخذها وكنحطها هنا كيف ما كتشوفوا في فوق من هذه الكنافه. كنخلي واحد المسافه باش غنلويها عليها. ومن بعد البنات كنبدا نلوي وانا كنزير، كنلوي وانا كنزير. ندير تقريبا 3 اللويات حتى ما كتبقاش تبان لكم العقده، ما خاصهاش نهائيا تبان لكم العقده البنات. صافي من بعد فاش نكمل كناخذ المقص وكنقطع كيف ما كيبان لكم هنايا. انا غادي نعاود معكم من الجهه الاخرى باش يبان لكم. صافي وكنحطها في اللاطه كيف ما كتشوفوا راه واخده العبار ديال اللاطه اللي كنحطها. كنضغط عليها شويه باش كتبقى ليا يعني كتشد ليا لا فورم هكا. كنضغط عليها ضغطات خفاف وصافي كنكمل. هنا غادي نبين لكم من الاتجاه الاخر. طبعا ملي كنحربل هاد الكميه هذه ديال العقده على حساب يعني على حساب الطول ديال هاد الكنافه كيف ما كتشوفوا بهذا الشكل. كنضغط عليها واحد شويه وصافي كنبدا نلوي كيف ما شفتوا معايا في الاول. ها نتوما وانا كنضغط وانا كنزير، كنلوي وانا كنزير حتى كندير 3 لفات او 4 يعني على حسب. المهم ما تبانش لكم العقده. صافي يا البنات. ومن بعد كنحطها على الجهه اللي قطعنا
علاش كنحطوها في اللاطه. صافي وهكا غادي نكمل بنفس الطريقه البنات حتى كنكمل الكميه ديال الكنافه اللي عندي. بالنسبه لهاد الكميه اللي كتشط ليا ما كنلوحهاش نهائيا. هذه من بعد ما كنسرح الكنافه الا كانت بقات لينا شي بلاصه خاويه، هاد الكميه هاد الكميه اللي كتبقى لي واخا كتكون مقطعه هي كنحطها فوق من الكنافه من الفوق باش هكا ما يبقاش ليا الفراغ في الكنافه. وهاد الكميه البنات ديال 500 غرام ديال العقده مع 500 غرام ديال الكنافه راه جاتني هي هذيك، يعني جاتني قد الكنافه قد العقده، وخرجت منها 6 ديال الحلاب ديال الحرافل والاخر والسابع صيبته، حاولت نصيبو غير بالبقايا ديال داكشي اللي كيبقى ليا اللي كنقطع، اللي هو هذا البنات. حاولت تعمدت نبين لكم في هذا المقطع هذا باللي واخا يعني بلا ما تضيعوا هاد البقايا هادو ممكن تصايبوا بهم، واخا غير لوليداتكم البنات، واخا كيبان لكم مقطع راه ملي كيدخل الفران غير ضغطوا عليه من بعد ملي تحطوه في اللاطه، ضغطوا عليه باش يشد لكم لا فورم، ومن بعد راه ملي كيدخل الفران راه يعني كيرجع كيتجمع. الا بغيتو فكره اخرى ممكن تعملوهم في ليمول، دوك ليمول ديال السيليكون، وتعمروهم بالعقده وعادي تدخلوهم للفران. صافي من بعد ملي كنكمل الحرابل ديالي كنرش عليهم بكميه مهمه كيف ما كيبان لكم ديال الزبده اللي تكون نوازيط بطبيعه الحال. صافي وكندخلها للفران. بالنسبه لطريقه الطياب البنات كتكون الفران ديجا عندنا سخون، يكون سخون مزيان على 250 درجه، وملي كندخل ليه اللاطه كنقصها حتى ل 170 درجه، وكتخليوه يطيب على النار اللي مهيله حتى كتحمر لكم مزيان من الاعلى ومن الاسفل. وبالنسبه للاخوات اللي عندهم الفران ديال الغاز فغادي تخليوه يطيب يعني حتى كيطيب لكم من التحت مزيان، وكنحمروه شويه من الفوق، ودائما النار تكون مهيله. وهنا غادي ندوز نحضر معكم القطر باش غادي نسقيو هاد الكنافه. فغنحتاجوا لجوج كؤوس ممتلئه جيدا ديال السكر ديال العنبه، مع جوج ديال الكؤوس اللي ما تكونش عامره مزيان كيف ما شفتوا معايا ديال الماء، يعني دائما السكر كيكون غالب على الماء. صافي كنخليهم في واحد الكاسرونه فوق النار، وكنزيد عليهم هنايا العصره ديال نصف حامضه مع ومن بعد كنقطع ديك نصف الحامضه كنقطعها لطريفات، وكنخليها على البوطه حتى كتغلي وتعاود حتى كيتبدل لنا شويه اللون ديال هذا الحامض هذا كيف ما كتشوفوا هكا، باش ما يتسكرش لكم هذا القطر هذا، باش ما يتسكرش لكم من فوق الكنافه. صافي من بعد ملي كتحمر لينا مزيان وكتقرمل لينا هاد الكنافه كناخذوا هذا القطر هذا وكنصبوه فوق من هذا الكنافه مباشره، يعني ملي كنخرجوها من الفران هانتوما كتشوفوا باقا سخونه، وكنخوي عليها هذا القطر هذا باش كتشربوا مزيان مزيان البنات وكتبقى لكم معسله. صافي البنات كتخليوها في داك القطر، كتخليوها يعني على الاقل واحد 3 سوايع. بالنسبه لي انا خليتها ليله كامله، وفي الصباح عاد هنايا كيف ما كتشوفوا كنقطعها. من الافضل البنات حتى كطيب لكم عاد تقطعوها. وبالنسبه للتزيين البنات فغادي نزين هنايا عندي اللوز افيلي اللي خديته وحمرته شويه، وغناخذ هنايا الكميه اللي قلت لكم حيدتها من داك المشماش، خليتها حتى تعسات مع شويه ديال الماء والسكر. صافي وكناخذ شويه ديال العسل عندكم، او الليله لو ممكن تخليوه من داك القطر تخليوه واحد الكميه. فسخنت هذا العسل واحد شويه باش يطلق، وصافي بديت كنرش غير شويه هكا من الفوق باش يسقلي، يعني باش يسقلي داك اللوز افيلي مع هذا المشماش يبقاو لاصقين. من بعد البنات درتهم هكا في كويغطات. هنا بنات الامانه انا جاوني شويه كبار عاودت قطعتهم شويه صغار. كيف ما كتشوفوا المعسلات البنات دائما نحاولوا يكونوا صغار، ملي كتكون الحاجه صغيره كتجي حلوه وزوينه في المنظر ديالها وما كتقهمش حتى في الماكله ديالها. وهنا بالنسبه لطريقه الاحتفاظ سواء البنات الاخوات اللي غيديروهم في هذه البواطات، يعني الاخوات اللي كيخدموا لي كوموند، او البنات اللي غيديروهم في البواطات يعني ديال الدار اللي كيتسدوا مزيان، فغادي ديروا الطبقه الاولى ديال المعسله كتستفوه وحده بطبيعه الحال بهذه الطريقه، ومن بعد كديروا فوق منها بلاستيكه وتعاودوا ديروا طبقه واحده اخرى ديال البلاستيك، وهكا كتكملوا حتى كتعمروا البواطه ديالكم، ومن بعد كتغلفوها بالسلوفان باش هكا ما يدخلش ليها الهواء نهائيا. وبالنسبه للكميه اللي خرجت لي البنات، هذه الكميه كامله خرجت لي تقريبا كيلو ونص من غير دوك البقايا اللي كيبقاو ليا من الجناب. وبالنسبه للثمن البيع البنات فدائما كيف ما كنقول لكم
كيبقى على حساب السوق في كل مدينه. المواد الاساسيه البنات الثمن ديالها كيختلف من المدن الصغرى حتى المدن الكبرى، ولكن انا غنعطيكم الثمن تقريبي. فكيبقى بدايه من 180 درهم، 200 درهم، حتى 220 درهم. فان شاء الله نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. ما تبخلوش عليا بالتعليق ديالكم، وما تنساوش تجربوا الوصفه. انا كنتسنى التطبيقات ديالكم، غنخلي لكم ان شاء الله الانستغرام ديالي باش ترسلوا لي التطبيقات ديالكم. نشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو مقبل. بالسلام عليكم، في امان الله.